اقترض رجل من صديق له بعض المال ثم أنكره فشكاه إلى القاضي، فسأله القاضي: هل يشهد معك أحد؟ فقال له الرجل: لا، فقد أعطيته المال في السر. فلما غاب ومضى عليه برهة من الزمن التفت القاضي إلى المدين وسأله: هل تظنه قد وصل الآن إلى ذلك المكان؟ ثم حكم عليه بأن يؤدي الدين إلى صاحبه وأن يجلد على كذبه 20 جلدة. قال القاضي: فاذهب إلى المكان الذي اقترضته فيه المال فاحضر لي حفنة من ترابه لأسأله. فدهش الرجل لهذا الكلام، ولكنه أطاع وذهب إلى ذلك المكان ليحضر حفنة من ترابه. فأجاب المدعي بسرعة: لا، فإن المكان بعيد جدا. قال القاضي ضاحكا: ومن أين عرفت أن المكان بعيد؟ هذا اعتراف منك بأنك أخذت منه المال في ذلك المكان. فنظر الجميع إلى المدين الذي كان يعتقد أنه سيفلت من عقابه، لكن الآن عاقبته تأتي كدرس للجميع عن أمانة الكلمة.